السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد يا رب يعجبكم. النهاردة هنعمل كيكة الشاي. حلوة قوي وسريعة وسهلة جدا، ان شاء الله تعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده طالعة ما شاء الله هشة وعالية وجميلة، ولونها كمان حلو جدا. شايفين اللون بتاعها اورنج خفيف كده فاتح، حلو جدا. هقول لكم دلوقتي اللون الحلو ده من ايه. يلا بينا على طول نشوف المقادير بتاعتنا. انا هنا نخلة 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا كوباية من الزبادي البلدي العادي، ومعايا ازازة مرندة، وكوباية سكر كبيرة، وكوباية زيت على سمنة، و4 حبات من البيض، وظرف من الكيك شيف، وظرفين من الفانيليا. دول ظرفين كده وظرف الكيك شيف. دلوقتي هحط ذرة ملح على الدقيق، ويلا بينا على طول نشتغل. انا هعملها في الخلاط، انتوا حابين تضربوها بالمضرب الكهربائي او المضرب اليدوي مفيش مشكلة. دلوقتي هحط البيض في الخلاط وهنزل عليه بالسكر والفانيليا. السكر اهو كوباية كبيرة من السكر، يبقى عندنا 4 حبات من البيض، حطينا عليهم كوباية كبيرة من السكر، وحطينا الفانيليا كمان معاهم، وهنقعد نضرب فيهم لحد ما القوام بتاعهم يبقى كريمي، والبيض يوصل ان هو يبقى فاتح قبل ما نحط عليهم اي حاجة. دلوقتي نسيت اقول لكم عفوا ان هحط معلقة خل كبيرة، ما حطيتهاش في المقادير اهي. معلقة خل كبيرة مهمة جدا عشان بتخلي لونها حلو، لونها فاتح كده وحلو، وبتخليها هشة، وكمان بتضيع زفارة البيض. دلوقتي بقى هضرب كده كويس لحد ما القوام يبقى لونه فاتح زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بقى بالزيت على الزبدة او السمنة او زيت بس زي ما انتوا حابين. انا هنا مزودة الزيت شوية والسمنة عشان هعمل صينية كبيرة مش صغيرة. دلوقتي هحط الزبادي، يبقى حطيت الاول البيض مع السكر مع الفانيليا مع الخل، ضربتهم كويس، وبعدين حطيت الزيت مع الزبدة ضربتهم، وبعدين حطيت الزبادي، واخر حاجة معايا هتكون المرندة. المرندة ممكن نستبدلها طبعا بكوباية برتقان، عصير من البرتقان كبيرة، بس هيكون معاها برضو الزبادي لان الزبادي مهم، بيدي طراوة للكيك وبيخليه طري وهش وجميل. بصوا اتبقوا شوية هنا، خلاص عندي المقدار كده كويس جدا. هي حوالي كوباية كبيرة من المرندة. دلوقتي القوام، بصوا القوام الخليط بتاعي حلو جدا بعد ما ضربته كويس قوي في الخلاط بالتدريج زي ما شفتوا. ما ينفعش نحط كل حاجة على بعضها، مش هتدينا النتيجة اللي هنوصل لها، فنمشي كده بالتدريج واحدة واحدة عشان الحاجة تطلع معانا مظبوطة ان شاء الله. دلوقتي بقى جبت الدقيق، هحط عليه الكيس الكيك شيف بتاعي واقلبه كويس. مهم جدا برضو ان انا اقلبه الكيك شيف في الدقيق عشان يتحط كده كويس في كل ذرة دقيق، ما يبقاش من ناحية وناحية لأ. بس كده. انا طبعا زي ما شفتوا في الاول نخلت الدقيق، وهنخله كمان مرة وانا بحطه على الخليط بتاع الكيك بتاعي. دلوقتي اهو هحط كده وهمسك المضرب اليدوي، هقلب من ناحية وانخل بالايد التانية زي ما شايفين كده عشان ادخل الهواء في الخليط بتاعي، ويبقى
القوام بتاعه حلو معايا، وفي نفس الوقت بيدخله هوا. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ونمشي على المقادير ونمشي على الطريقة، هتطلع معانا اجمل واجمل كمان. كده بمشي مع الدقيق واحدة واحدة، ما ينفعش انزل بالدقيق كله مرة واحدة. انا عارفة المقدار بتاعي ومجهزاه 3 كوبايات من الدقيق، بس ما ينفعش ان انا احطهم كلهم مرة واحدة، مش هدخل هوا كويس في العجين بتاعي، في الخليط بتاعي اقصد. كده احسن اهو. كده مرضتش طبعا افصل الكاميرا عشان تشوفوا ان احنا بنمشي كده واحدة واحدة مع الدقيق. النتيجة بتكون كويسة ومرضية. بصوا لون العجين بتاعي، الخليط بتاع الكيك حلو جدا. لون الاورنج اللي هو الفاتح لون جميل حلو قوي، وطعمها وريحتها مميزين جدا. الفانتا حلوة قوي او المريندا في الكيك، بتخليها هشة كده وعالية وجميلة. هتجربوها ان شاء الله وتشوفوها. لو حابين طبعا تستبدلوا المريندا بكوباية كبيرة من الحليب، او زبادي فقط، او زبادي ولبن، او زبادي وكوباية من العصير البرتقال. بس الزبادي مع اي حاجة، مش ممكن نص لبن وكوباية زبادي برضو تبقى حلوة جدا لو انتوا مش حابين المريندا، بس هي نتيجتها مضمونة 100%. بصوا كده بعد ما خلصت الدقيق بتاعي كله، القوام بتاعها بصوا حلو جدا، ولا خفيف ولا تقيل، القوام مظبوط جدا. دلوقتي هجيب الصينية اللي هشتغل فيها، هي مقاس 28 اهو زي ما انتوا شايفين، بس الكاميرا امامية فمقلوب الارقام. دلوقتي حطيت شوية زيت، ممكن تحطوا زبدة او سمنة وتبدروه كده بدقيق اللي تحبوه. انا هنا حطيت شوية زيت بس كده، ونزلت بقى الخليط بتاعي كله في الصينية، ومسخنة الفرن بتاعتي على درجة حرارة 180 من قبل، من ساعة ما اشتغلت في الكيك. من اول ما اشتغلت في الكيك وحضرت حاجتي ببتدي ان انا اسخن الفرن. دلوقتي بقى هدخلها، هتقعد في الفرن بالظبط حوالي نص ساعة، ما نفتحش عليها قبل تلت ساعة، ونختبرها طبعا بخلة او سكينة تكون رفيعة. دلوقتي ده شكلها، لونها حلو جدا، شكلها جميل وعالية. دلوقتي هقطعها عشان تشوفوها ان شاء الله تعجبكم. اهو كده قطعتها زي ما انتوا شايفين، شكلها حلو جدا ولونها جميل، وان شاء الله تعجبكم. شايفين ارتفاعها كويس ومرضي جدا، وكمان هشة وريحتها جميلة قوي. بس كده، هو ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.